السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ويا صباح الفل عليكم او مساء الفل عليكم مطرح ما تكونوا بتسمعوا الفيديو. انا بصبح وبمسي عليكم. النهاردة فيديو جديد هنعمل مع بعض الفطير الفلاحي. فلاحي اصلي اصلي مش اي حاجة، بأسهل طريقة بدون مضرب ولا فرد ولا أي حاجة من الكلام ده. يلا بينا على طول نخش كده على طول على المقادير. معايا كده كيلو، حوالي كيلو أو شوية كده من الدقيق. هحط عليهم كده حبة ملح ومعلقة كده من البيكنج باودر، معلقة كبيرة. وهقلبهم كده مع بعض، اقلب الدقيق كويس مع بعض كده. ومعايا كده كوباية من اللبن تديني للعجينة طراوة شوية كده. وهحط المية وهعجن بالشكل ده كده. كل ما العجينة تحتاج معايا لمية هعجن على طول بالشكل ده كده لحد ما الاقي ان العجينة خلاص كده اتلمت معايا كده. وبعد ما تلم معايا طبعا هفضل اخدم في العجينة كويس كده. كل ما تعجني فيها تديكي طراوة اكتر وتبقى العجينة حلوة قوي معاكي. وطبعا ما ننساش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. دايما وانت بتعجني في العجينة كده تقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. العجينة بسم الله ما شاء الله تطلع معاكي حلوة قوي. دايما ذكر النبي عليها حلو قوي. دلوقتي انا سبت العجينة ترتاح شوية وبعدين قطعتها لقطع متساوية كده زي ما انت شايفة كده. حطيت حبة سمنة كده على الرخامة بكل سهولة جدا. هتفرديه بدون مضرب او اي حاجة كده بالشكل ده كده. وانت واقفة كده في 5 دقايق كده تفرديه بالطريقة دي. دي اسهل طريقة في الفطير. اهو بالشكل ده كده اهو. وبرضو انا الطريقه دي لقيتها ان هي يعني ما بتاخدش سمنه بزياده. طبعا السمنه بتاعتك تكوني سايباها بدرجه حراره الغرفه كده، ما بتكونيش مسيحاها قوي. تديكي طراوه حلوه قوي للفطير وتكون عامله زي الزبده كده. طبعا في ناس كتيره بتعمل الفطير بالزبده، بس بصراحه انا يعني بستتقل شويه الزبده، بحسها كده تقيله شويه في الفطير. فبحب بصراحه ان انا اعمله بسمنه اكتر. اهو بالشكل ده كده افرد اول واحده كده وبعدين هطبقها من الجنب ده كده ومن الجنب ده كده بالشكل ده كده اهو. وهحطها كده على جنب وهعمل واحده كمان بالشكل ده كده. تفردي بقى على رخامة، تفردي على صينية اهو بالشكل ده كده، يعني ملكش حجة. على الرخامة افرديها، على الصينية افرديها في 5 دقايق كده هتقوم ان شاء الله تعمليها على طول بكل سهولة. وهيطلع معاكي مورق وجميل خالص اهو بالشكل ده كده. برضو هطبقها من هنا ومن هنا كده وهفضل كده على طول، يعني احط واحدة جوه واحدة، افرد كده بالشكل ده كده على طول كده. وبعدين احط لها السمنة وبعدين احط واحدة اطبقها واحط واحدة جوه واحدة بالشكل ده كده على طول زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة. الفطير ليه اكتر من طريقة، وهفضل كده على طول احط واحدة جوه واحدة كده لحد ما توصل معايا كده زي ما انت حباها. يعني حابة تعملي فطيرة صغيرة، حابة تعملي فطيرة كبيرة، حسب ما انت تكوني حابة اهو. يعني حوالي الفطيرة كده يعني تكون حوالي 2 سنتي كده اهو بالشكل ده كده. وبفكركم ما تبخلوش عليا باللايك وتعملوا لي اشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. دلوقتي بعد ما العجينة وصلت معايا للحجم ده جبت صينية كده مدهونة سمنة كويس. وبعدين هبتدي ان انا افردها كده في الصينية بكل سهولة كده بالشكل ده كده اهو بكل سهولة اهو بالشكل ده كده. احط على وشها كده سمنة كده علشان تكون حلوة ومورقة اكتر. احيانا انا بقوم الصبح كده بكون نفسي في حاجة مختلفة كده، فطار مختلف، بروح عاملة واحدة بس، يعني واحدة بس بصراحة بتكفينا، يعني بتبقى حلوة قوي اهو. بعد ما فردتها كده في الصينية حطيتها على الفرن
هتكوني برضو مسخنة الفرن بتاعتك كويس الاول، وبعدين هتحط عليها الفطيرة بالشكل ده وتطلع بالشكل الجميل ده. هو زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.